بسم الله ما شاء الله. ودي الكبده الاسكندراني بتاعتنا بعد ما خلصت، والرز بالشعريه في منتهى الجمال ما شاء الله. ندوق بقى الكبده كده ما شاء الله. يا وعدي يا وعدي، روعه والله يا جماعه، تتاكل حاف من جمالها. اصدقاء مملكه الشيف مها على اليوتيوب، برحب بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي الجميله. يا ترى اشتركتوا في القناه ولا لسه؟ لو ما اشتركتوش في القناه بسرعه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد مني. ولو انتوا فعلا مشتركين تعملوا لايك على الفيديو ده وتعليقات بقى جميله كده زيكم. احنا هنعمل اكله سريعه كده النهارده. طبعا معظم الولاد والبنات بيحبوها جدا. احنا هنعمل كبده اسكندراني وشويه رز بالشعريه. تمام. فهنبدا كده بسرعه نعلق على الرز عشان على ما يستوي نكون عملنا ايه بقيه الاكل بتاعنا. وطبعا هعمل جنب الكبده الاسكندراني بطاطس شيبسي، قطعتها بمكنه الشيبسي وحطيت عليها ملح وخل وسبتها تتصفى شويه، وبعد كده حطيتها في المقلايه. والزيت طبعا لازم يكون في الاول تقليبه، وبعد كده اسيبها تستوي براحتها لحد ما لونها يبقى الذهبي الجميل اللي احنا بنحبه. يعني ما تغمقيهاش قوي وما تقعديش تقلبي فيها عشان ما تتهرش منك اهي كده، واسيبها بقى ايه براحتها خالص. بعد كده عندي الحله هنا مجهزاها للرز، وغسله 3 كوبايات رز ما شاء الله. 3 كوبايات رز اهو غسلته وصفيته. وهبدا على طول احط شويه زيت على سمنه. معظم اكل يا جماعه زيت على سمنه، في ناس بتحب الزيت بس بيور. اللي عايز زيت يعمل بالزيت، اللي عايز سمنه يحط سمنه. انا بحب اطعم اكلي دايما بمعلقه سمنه بلدي زي ما اتعودتوا معايا. وعلى طول اجيب حبه شعريه واحط بمقدار 3/4 كوبايه شعريه اهو. هم يا دوبك حوالي 3/4 كوبايه على ال3 كوبايات رز. واحمر الشعريه على وشك اهي انها خلاص تغمق شويه. يعني يا جماعه ايه، خلوها اغمق يعني درجه تقدروا تعملوها. ليه؟ علشان هي مع الميه وكده لما تغلي فيها هتفتح الدرجه الغامقه دي، هتفتح درجتين كمان. تمام. هحط لها الميه بتاعتي. ثلاث كوبايات رز عليهم 3 كوبايات ميه. واضيف الملح بتاعي حوالي معلقتين. انت بقى بتظبطي ملحك على حسب ايه ما انت متعوده. يعني في ناس بتحب الاكل مظبوط وفي ناس بتحبه دلع شويه، الناس اللي عندها الضغط وكده يعني. اهي الميه غلت معانا. نبدا بقى ايه نسقط الرز بتاعنا على طول، نقلب ونشوف هيحتاج ميه تاني ولا لا. يعني كده هيحتاج حوالي نص كوبايه كمان. شوفوا بقى المكرونه عشان انا غمقتها يا جماعه، شوفوا لونها عامل ازاي مع الرز، باينه غير اما تبقى فاتحه. لما تبقى فاتحه تلاقيها كده ايه تايهه في وسط الرز، لا هي غامقه ولا هي فاتحه، يعني مش باينه فيه. لكن كده ما شاء الله جميله ولونها تحفه اهو. ازوده بقى شويه ميه وادوق الحدق بتاعه واسيبه بقى ايه على نار هاديه يتشرب ميته. يعني الميه يا دوبك تغطي وش الرز بالطريقه دي. طبعا في ناس يعني هتقول لي انت بتعلمينا طريقه الرز، ما دي حاجه تافهه وما في كلنا عارفينها. في بنات والله يا جماعه انا بفاجئ ان في بنات وشابات وفي بنات متجوزين لسه عرايس وما بيعرفوش يعملوا حتى الرز كده. تمام ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. اغطيه وعلى نار وسط. اول ما يشرب ميته احط الصاجه. انا متعوده احط الصاجه، في ناس بتوطي وما بتحطش الصاجه، انا متعوده احط الصاجه. اوطي عليه واحط الصاجه واسيبه بقى يستوي براحته. نبدا بقى كده ايه في الكبده الاسكندراني بتاعتنا. هنجيب الحله المحندقه بتاعتنا دي ونبدا برضو زي ما تعودنا شويه زيت على سمنه. وقبل ما نبدا في الطريقه بتاعتنا بتاعت الكبده الاسكندراني، عندي حوالي 3/4 كيلو كبده ما شاء الله، كبده بلدي من عند الجزار.
وفي معلومه يا جماعه ان الكبده ما بتتغسلش، لان الكبده لما بتتغسل بتبقى ريحتها مش حلوه، ففي ناس بتجيب الكبده وتقعد تغسلها. انا عن نفسي ما بغسلش الكبده، على طول بقطعها وبشتغل فيها. تمام. البهارات بتاعتنا النهارده مش محتاجه بقى ايه كيمياء، يعني هما 3 انواع زائد الملح. ملح، فلفل، كمون، معلقه صغيره فلفل، معلقه صغيره كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، زائد الملح بتاعنا. نحط البهارات دي كلها على الكبده كده. ومعاهم ايه كمان يا حبايبي؟ معاهم حوالي 3 معالق كبار خل اهم، حوالي 3 معالق كبار خل. وابدا كده ايه اقلب بالتتبيله الحلوه بتاعتنا دي النهارده، واسيبها كده على جنب على ما نشتغل في بقيه المكونات اللي عندي. وطبعا انتوا عارفين معظم الشباب بيقفوا على عربيات الكبده اللي في الشارع يجيبوا السندوتش ب5 جنيه كده يعني، فطبعا ده حاجه مش صحيه ولا حاجه كويسه. طيب سيبنا الكبده كده على جنب، ونبدا حبه زيت، معلقه سمنه كده حلوه كبيره او معلقتين اهم كده، 3 فصوص مستكه. ابدا احط البصل بتاعي، بصلايه كبيره مفرومه، البصلايه تصفر شويه، دقيقتين بس البصلايه كده تغير لونها. البصله بدات عندي تصفر، اضيف ليها معلقه صغيره ثوم مفروم، وعلى طول اقوم ضايفه الفلفل الاخضر بتاعي. الفلفل الاخضر يا جماعه انا مقطعاه شرايح كده، سلايس كده برضو صوابع، وممكن تقطعيه قطع صغيره، يبقى ده على حسب الرغبه. ده حوالي ايه فلفلتين كبار كده، اضيفهم على البصلايه بسرعه قبل ما لونها يغمق، واقلب كده شويه لحد برضو ما الفلفل يدبل كده معايا. وفي الوقت ده اكشف على الرز كده اشوفه استوى ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، شوفوا لونه يا جماعه، شوفوا الشعريه عامله فيه ازاي، وريحته طالعه في منتهى الجمال. يعني انا اولادي بيحبوا جدا الرز بالشعريه. بسم الله ما شاء الله. اخد حبه كده على طرف المعلقه علشان ايه اعمل لهم تشيك. الله يا جماعه، عشان من ريحه التومه بسم الله ما شاء الله، ريحه في منتهى الجمال، روعه. التكايه بتاعتي بقى النهارده طماطميه كبيره كده او طماطمتين كده صغيرين، واقطعهم قطع صغيره واحطها على الخلطه الحلوه بتاعتي دي النهارده. ما كترش يا جماعه الطماطم عشان الكبده ما تبقاش سايحه كده وفيها سائل يعني ميه. اقلب بقى كويس كده، ويا دوبك برضو 5 دقايق الخلطه دي كده تدبل كده وتاخد وتدي مع بعض، واقوم ضايفه لها بقى الكبده بتاعتي. انا عملت تشيك على الرز ولقيته استوى فهطفي عليه، وعلى طول الكبده ما بتاخدش سوا يعني يا دوبك 10 دقايق. اقلبها كده وشوفوا ريحه التتبيله فيها في منتهى الجمال، وطبعا الخل برضو مديها ريحه حلوه قوي. دي تعتبر من الاكلات السريعه. خلاص الخلطه كده 100 100 ما شاء الله. اضيف عليها حبه الكبده بتوعنا كده واقلبها تقليبه واغطيها واوطي عليها واسيبها حوالي ربع ساعه. نسيت يا جماعه اقول لكم ان انا ممكن اضيف 3 فصوص حبهان، برضو بيدوا طعم لذيذ جدا. ولو عندك حبهان مطحون يبقى يا دوبك ايه ربع معلقه بس كده حبهان مطحون. تقليبه كده عشان كلها تتجانس مع بعضها. بسم الله ما شاء الله. يا ريت يا جماعه ما تحرمونيش ان انتوا تشتركوا معايا في القناه، تشجعوني وتفعلوا الجرس ولايكات وكومنتات عشان قناتي تكبر بيكم ان شاء الله. خلاص كده قلبت الكبده كويس جدا، اغطيها واوطي عليها واسيبها ربع ساعه. ولو احتجت ان انا ازود لها بزود لها حوالي
يعني نص كوبايه ميه. ممكن ازود لها دلوقتي، وممكن ايه شويه كده لما ايه تتجانس كده مع بعضها ابدا ازودها نص كوبايه ميه مش اكتر، علشان يبقى الصوص بتاعي تقيل، يعني ما يبقاش كده ايه الكبده سايحه كده في الميه بتاعتها. وطبعا الكبده نفسها بتنزل ميتها فبتستوي فيها. ربع ساعه ونرجع بقى نغلي. بسم الله ما شاء الله. ودي الكبده الاسكندراني بتاعتنا بعد ما خلصت، والرز بالشعريه في منتهى الجمال ما شاء الله. الله مظبوط ظابطه، مش قادره اقول لكم على جماله. ندوق بقى الكبده كده ما شاء الله. يا وعدي يا وعدي، روعه والله يا جماعه، تتاكل حاف من جمالها. بسم الله ما شاء الله، احلى اكل. شايفين الشيبس البيتي؟ حاجه نظيفه وفي منتهى الجمال، لا مواد صناعيه بقى ولا مواد حافظه ولا الوان صناعيه ولا الكلام ده كله. حاجه كده على ايدك، يعني فاهمه، عاملاها على ايدك وضامنه نظافتها وحاجه صحيه ما شاء الله. كده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص النهارده، وباذن الله تعالى اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. ما تنسونيش لايك شير سبسكرايب في القناه، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.